السلام عليكم. الفيديو هذا حبيت نهبطه بعد ما تفرجنا العشية وتفرهدنا وفرحنا بانتصار الأشقاء السعوديين على الأرجنتين، وكذلك تعادل تاع الفريق التونسي نسور قرطاج. راهو ماهوش السعودية اليوم انتصرت على الأرجنتين لأنه لا، لسبب بسيط. برشا ناس ما فاقوش وقت اللي شافوا ميسي وشافوا عناصر الفريق الأرجنتيني ضعاف وزال أمام الفريق السعودي اللي أثبتوا فعلا أسود. ما فاقوش زعما حسب رايك فما، لا، الأمر بسيط. ثم سر، ثم سر عجيب زاد. شنو هو؟ الشقيقة قطر صنعت تركيبة مرهم وخلطة، سموها احنا خلطة عجيبة، خلت الفريق الأرجنتيني وبش الفرق الغربية كلها والأجنبية كلها باش تكون ضعيفة. وأنا في بالي بها الخلطة هذه، باش نقول لكم عليها، لأنهم هما تناولوا هالخلطة هذه وبالتالي باش يظهروا في ضعف فادح. للأسف الشديد الخلطة هذه أو المرهم هذا برشا من الأنظمة العربية متاعنا ما فاقوش به، والخبراء والفقهاء والجهابذة ما فاقوش به. شنو هي الخلطة؟ الخلطة بسيطة، أنها جمعت الشعب السعودي على الشعب المصري، على الشعب الأردني، على الشعب التونسي، على الشعب المغربي، على الجزائري، على الفلسطيني، على اللبناني، على السوري، على القطري، كلهم جمعتهم مع بعض. فكانت هالخلطة العجيبة إنها تصنع قوة أمام ناس كانوا يتصوروا أرواحهم أو يزعموا أنهم أقوياء. لا، هم مش أقوياء هم في الحقيقة، ولا إحنا ضعفاء، لا، وإنما لأن إحنا تشتتنا. وإحنا نعرف أن مثل ما قال الجخ الشاعر المصري: العود قوي بحزمته ضعيف إذا انفرد. فهاكم ريتوا وقت اللي اجتمعوا العرب في وحدة في مكان واحد وفي زمان واحد، صنعوا تاريخ جديد، صنعوا مجد جديد، عادوا إلى نفس المجد اللي كانوا عليه قبل، وقت اللي كانوا كجسد واحد. وأثبتنا لهم أن السعودي على أرض الميدان وقت اللي يلعب بجسد سعودي وقلب تونسي وروح مغربية وعقل مصري على أرض قطرية، يصنع التاريخ ويصنع الانتصار ويصنع المجد. وهذا اللي كانوا هما خططوا له من زمان، من 1750 و 1752، وقت اللي جات عندهم فكرة بلقنة العالم العربي وتقسيمه وتقزيمه وتشتيته حتى أنهم يضعفوا القوى متاعه. اليوم قطر بهالخلطة العجيبة، بهالمرهم العجيب، أثبتت للعالم أنها قادرة باش تتحدى العالم. بشكون باش تتحدى؟ باش تتحدى بتوحيد جمع العرب، بهم هما صنعت الحدث وستصنع الحدث. وياريت الأنظمة متاعنا تفيق، وياريت حكامنا وملوكنا وأمرانا يفيقوا من فراش السياسة القذرة
ويعرفوا أن راهم العرب الأمجاد الفرسان راهم هما سبب ضعفهم، مش لأن الغرب أقوياء، بل لأن احنا تشتتنا. إن شاء الله يكون هذا درس لينا كعرب، وننسج على منوال الرياضة في الاقتصاد والاجتماع والعلم والفكر والتكنولوجيا، وفي كل الميادين وفي كل المحافل نكونوا لحمة واحدة، ونكونوا يد واحدة، ونكونوا فكر واحد، ونكونوا جسد واحد، ونكونوا روح واحدة. ووقتها صدقوني سنغزو القمر، أما بشرط نتناولوا من هالتركيبة اللي صنعتها قطر. فتحية لقطر، وتحية للسعودية، وتحية لمصر، وتحية للمغرب، وتحية لتونس، وإن شاء الله المجد للعرب. والسلام عليكم ورحمة الله.